رسالة لكل إعلام الزمالك والإعلام المضاد للنادي الأهلي. أحب أقول لك، شفت امبارح احتفاليتنا؟ شفت قد إيه إحنا بنحتفل ببطولات وأنت مش متشاف؟ شفت إن محدش يعرفك؟ شفت إن شغلك الشاغل وكرهك للنادي الأهلي بيخليه يعلى ويعلى؟ شفت إن أنت طلعت مخك تعبان؟ شفت إن اللي بتعمله دوت بيخلي النادي الأهلي يبقى فيه عزيمة وإصرار ويروح في حتت تاني أنت ما تعرفش تروحها ولا عمرك هتروحها؟ شفت إن سبب استقرار النادي هي إدارة ناجحة، إدارة قادرة تفرح كل اللي معاها بعد التعب والمجهود، إدارة قادرة تفرح الجمهور، إدارة قادرة تعمل كل شيء بحنكة وفهم ومجهود وتفكير وعبقرية وكل حاجة. نتمنى يعني تكون بعد احتفالية امبارح اتقهرت وتبطل تتكلم على النادي الأهلي وتفكر في ناديك بس، وكفاية تطبيل بقى لواحد بيبوظ ناديكو، حتى وهو هيتحبس برضه عمالين تطبلوا له هو وعياله. ورسالة لميدو الفاشل، اتكلم للأهلي مش على الأهلي لو عايز تنجح. انت طول عمرك اصلا فاشل، لا نافع لاعب كوره ولا نافع مذيع. عايزين برضه في احتفال الاهلي تبوظوه وتطلعوا تقولوا كلام، واللي طالع يقول لك الاهلي بيصرف فلوس كتير، وانت مالك؟ هو مين جيب امك؟ انت مالك الاهلي يصرف كتير ولا يصرف قليل من بطولاتنا يا حبيبي؟ انت مالك؟ عايزين تطلعوا الخطيب وحش برضه، عمالين تقولوا الخطيب عمال يصرف هنا وهنا. ما يصرف يا عم، معاه جمعيه عموميه محترمه، معاه بطولات جايبه له ملايين، بنفتح فروع جديده وبيدرس دلوقتي ان هو يفتح في محافظات جديده علشان يبقى موجودين في كل حته. مش زيك نادي متأجر من الاوقاف، انت حتى مش عارف تدفع الايجار للاوقاف، مش عارف تدي اللعيبه فلوسها. يعني انت لما تتكلم عن الخطيب وعمال تقول لي يصرف هنا ويصرف هنا، من فلوس بطولاتنا، من مجهود الاداره ومجهود الجماهير ومجهود كل حاجه، كل الناس الداعمه. انا صعبان عليا جماهيركم بجد والله، صعبان عليا جماهير الزمالك اللي مسانداكم ودايما بتفشلوهم ودايما تحبطوهم بشويه رباطيه اتلموا على نادي الزمالك ومسكوه عصروه، بقوا سرطان جوه النادي. الاهلي بيفكر يكون في حتت تاني خالص، بعيد عن احلامك، عن سقف طموحاتك. انت سقف طموحاتك طول حياتك انك تكسب الاهلي، بس الاهلي سقف طموحاته ان هو يكون في حتت بعيده، يركب الدنيا بصاروخ، يلف العالم بصاروخ، وانت هتفضل محلك سر. اه والله الاهلي يا ساده سبب السعاده. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل ادافع عن النادي الاهلي لاخر نفس فيا. السلام عليكم.